يبدو أن الأحزاب السياسية بإسبانيا مستمرة في التخلي عن دعم أطروحة البوليساريو الانفصالية، بحيث قرر أخيرا حزب سومار اليساري سحب مشروع قانون يمنح الجنسية الإسبانية لفائدة المولودين في الصحراء المغربية زمن الاستعمار الإسباني. وكان مشروع القانون المثير للجدل يروم منح الجنسية الإسبانية لكافة الصحراويين كوسيلة للاعتراف باحتلال إسبانيا للأقاليم الجنوبية للمغرب. وكانت وزيرة العمل الإسباني يولاندا دياز مؤسسة الحزب المذكور والمعروفة بدعمها لأطروحة البوليساريو قد قامت في أكتوبر الماضي من السنة الفارطة بالتخلي رسميا عن دعم هذه الأطروحة الانفصالية بعد تشكيل حكومة بيدرو سانشيز. فيما قبلها ببضعة شهور قام تحالف اليسار بإعادة تداول النص، وذلك تعبيرا عن غضبه وتذمره من عقد اجتماع جديد عالي المستوى بين المغرب وإسبانيا في العاصمة الرباط، مما يكشف موقفه السلبي تجاه المملكة. هذا وكان حزب العمال الاشتراكي الذي يترأس الحكومة قد صوت سنة 2022 ضد مشروع هذا القانون، قبل قيام ائتلاف اليسار المتطرف بإعادته إلى الواجهة مطلع سنة 2023 ردًا على انعقاد اجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا بالرباط. هذا وأخيرا قدم ائتلاف سومار اليساري المتطرف دعوته إلى سحب مشروع القانون الذي قدمه إلى المؤسسة التشريعية دون تقديم أي توضيحات بخصوص قراره الجديد هذا.